السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوشك رمضان مودعا عاما سينقضي، وتاركا صنفان من الناس. الصنف الأول قد حقق التقوى التي هي الغاية من الصيام، مصداقا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف والغاية من الصيام هي تحقيق التقوى. فهناك صنفان من الناس كما قلنا. الصنف الأول قد حقق هذه التقوى فخشعت القلوب ورقت ولانت وبكت العيون من خشية الله، ندما على ما فات ورجاء فيما هو آت. الصنف الثاني لم يغير فيه الصيام شيئا. صنف ثاني من الناس الصيام ما غيرش فيها شيء، ثابتة على ما هي عليه من عادات سيئة ومن أخلاقيات سيئة ومن قطيعة الأرحام، حتى خاصم الأخ أخاه مع أنتما الاثنان خرجتما من نطفة واحدة وهي نطفة الأب، وعشتما في رحم واحد وهو رحم الأم، وأكلتما في طبق واحد، وعشتما ونشأتما وترعرعتما في بيت واحد، لكما فيه الذكريات من اللهو واللعب، حتى تزوج أحدهما أو كلاهما، فجاءت امرأة غريبة عنهما، جت واحدة غريبة عن البيت ففرقت بينهم. مشكلة كبيرة في غالب البيوت، إن تأتي واحدة من خارج العائلة وتفرق بين الأخوين، أو ربما يكون سبب قطيعة الأرحام هو الميراث. واحد طمع في حق الآخر فسبب القطيعة. اعلم رحمني الله وإياك أن الأخ لا يعوض. قال الله عز وجل لسيدنا موسى: سنشد عضدك بأخيك. بعدما سأل سيدنا موسى الله تبارك وتعالى قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ليه؟ أشدد به أزري. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ربط الله تبارك وتعالى بين الفساد في الأرض وبين قطيعة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مشكلة في كثير من البيوت قطيعة الأرحام. إيه تأثير شهر رمضان عليك؟ إيه تأثير شهر رمضان على صلة الأرحام؟ لدرجة أن خاصم الأخ أخاه والابن أباه، قاطع الولد والديه، ممكن ربما بسبب زوجته وربما بأسباب أخرى. الشاهد أو النتيجة أن هناك قطيعة للأرحام. الله تبارك وتعالى جعل للوالدين حقا، إذا كان على دين الإسلام أم على غير دين الإسلام. فإذا كان على دين الإسلام قال الله عز وجل في حقهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب إذا كانوا غير مسلمين، الله تبارك وتعالى جعل لهما حكما. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني حتى لو كانوا كفار غير مسلمين تصاحبهم بالمعروف، ما تأذيهمش وتحسن إليهم. فللوالدين حق إن كان على دين الإسلام أو على غير دين الإسلام. ولذلك فإن تعظيم شأن الوالدين وهما السبب المباشر في وجودنا في هذه الحياة من تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. ورمضان جاء لتهذيب وتزكية النفوس. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه نموذجان للولد، واحد طاع لأبوه والثاني عاصي لأبوه. سيدنا إبراهيم يقول لولده سيدنا إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الصنف الآخر الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه هو ابن سيدنا نوح عليه السلام. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فكان جوابه: قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الشاهد أن قطيعة الأرحام نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. قال: وآت ذا القربى حقه. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن قطيعة الأرحام، حيث قال كما جاء في الصحيح: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، قالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فالجميع يعلم هذا الحديث، ولكن احنا عندنا إشكالية بين العلم وبين التطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال 3 مرات: آمين آمين آمين. فلما سأله الصحابة عن ذلك فقال: أتاني جبريل فأخبرني أنه من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله وأدخله النار فقل آمين، فقلت آمين. والثانية قال: من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله وأدخله النار فقل آمين، فقلت آمين. فيعني إزاي إن الواحد يعني يقطع رحمه لدرجة إن واحدة أخوها بيعد عليها رايح جاي، واحدة بتشتكي أخوها بيعد عليها رايح جاي للمسجد، ومع ذلك سلام ربنا ما بيلقوهوش عليه، سلام ربنا بس لأخته ما بيلقوهوش عليه. فحزين الموضوع ده حزن شديد. يعني إزاي إن أخوها يعدي عليه بسبب إيه؟ بسبب مال، بسبب فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وجد الأنصار عليه وجدة، يعني الأنصار زعلوا منه في شيء النبي صلى الله عليه وسلم عمله، إنه أخذ الغنائم ووزعها على أهل مكة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم قد غضبوا لذلك جمعهم وقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا، شيء حقير وشيء يسير من الدنيا، المال ده للأخ ما بيسلمش على أخته بسبب المال، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قوم حديث عهد بكفر أو حديث عهد بإسلام وتركتكم أنتم إلى إيمانكم؟ يعني أنا بألف قلوبهم بشوية فلوس لأنهم حديث عهد بإسلام، كانوا خلاص يعني من فترة بسيطة على الكفر، فربنا هداهم للإسلام، فبألف قلوبهم بلعاعة من الدنيا، يعني شيء يسير من المال. وتركتكم أنتم إلى إيمانكم، ما بالكم يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم من البكاء، أي ابتلت لحاهم من البكاء، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. الشاهد إن المال ده يعني أنت كده كده هتتركه،
أخذت من أخوك، أخوك خدوا منك، أنت هتركه أخوك هيتركه. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فالشاهد إن إحنا في شهر رمضان وخلاص، يعني ما زالت الفرصة سانحة إن أنت تروح لأخوك وتستسمحه وتصالحه حتى لو أنت مش غلطان، وأنت تروح لأختك وتصالحيها. الأمر صعب. اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الفرض أو في هذه العبادة بيعرض نفسه لخطر عظيم، وهو اللعن والطرد من جنة الله عز وجل والطرد من رحمة الله. الله تبارك وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. بسبب إيه؟ بسبب قطيعة الأرحام. لدرجة إن في بعض الحالات بتكون الأم عايشة مع ابنها في البيت لوحده، وبتمرض الأم مرض الموت، فبيتصل الابن بأخته علشان تيجي تراعي أمها، فبتعتذر لأنها مشغولة ببيتها وبأولادها وبزوجها. يتصل بأخته التانية: تعالي شوفي أمك تعبانة، تعالي راعيها وقومي على شؤونها، يعني نظفي أمك واقضي معاها حاجتها وشيلي عنها الأذى وكده، فبرضه مش فاضية. يعني عايزك تتخيل المنظر، إن الابن أمه بتنكشف عليه وعورتها بتنكشف عليه عشان خاطر يشيل عنها الأذى ويراعيها وهي مريضة مرض الموت، والأم شوف شعورها بيكون إيه وحالتها النفسية عاملة إزاي، وابنها اللي بيشيل عنها الأذى. بعض البيوت موجود الوضع ده موجود فيها، إن البنت مش فاضية تروح لأمها، انشغلت خلاص. هذا نوع من العقوق، يعني إيه لأي يعني جمود وصلت القلوب. فإن كانت بتصلي بقى، إن كانت بتصوم، إن كانت يعني بتتصدق، إن كانت بتقرأ القرآن، بتقيم الليل، الله تبارك وتعالى فرض علينا عبادات فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى زي الصلاة والصوم والزكاة، وفرض علينا عبادات أخرى بين المسلم وأخوه المسلم، اللي هي حسن الخلق والصدق والأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، التعاملات البيع والشراء. فدي عبادات ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا عليها، ومنها صلة الرحم. فلك أن تتخيل حالة الابن وحالة الأم في هذا الوضع بسبب إيه؟ عقوق البنت. فنسأل الله العفو والعافية. فرمضان شهر تزكية النفوس زي ما اتكلمنا، يتغير اللي عايز أو حابب يتغير، اللي مش عايز يكون من الملعونين والمطردين من رحمة الله عز وجل. رمضان شهر تهذيب النفوس وتربية النفوس وتزكية النفوس. يعني أنصح نفسي وأنصحك أن أنت تبادر بصلة الأرحام والامتثال لأمر الله عز وجل، وآتي ذا القربى حقه. فديت الكلمة اللي حبيت أني أشارك بيها في هذه الليلة، وهي ليلة وترية على فكرة، عسى أن تكون ليلة 23، عسى أن تكون ليلة القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.